وفي وسط الهدوء التي عاشته صنعاء لفترة طويلة فجأة كل شيء تغير. حركة غير طبيعية، همسة في الشوارع، وتجمع ما قد صار له مثيل. ليش الناس تركت كل شيء وراءها وذهبت للملعب؟ وإيش الذي خلى إبراهيم الخولاني يتصدر المشهد الأول والترند في هذا التوقيت بالذات؟ الموضوع مش مجرد كرة قدم، الموضوع أكبر مما كنتوا تتخيلوا. خلف الكواليس في تفاصيل لو عرفتموها فاتنصدموا حرفيا. الجزء الثاني بقول لكم ايش جهز إبراهيم الخولاني للجمهور الذي ما قد ذاق طعم الفرحة من سنين طويلة.